اناطولي يلعبها بينيه هناك، وحذاري من الكرات البينيه، وهيسرع هجوم منطقه من شفاينشتايجر. هدف 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 من الخضه، واللي جابه ايه؟ فيكا اللي نزل. هدف في الدقيقه 30، يعني هدف فيه خضه. الخضه هي اللي خلت امور بيلعبوها 3-4 مرات، وزي ما قلت لكم ان فيكا ده اللي نازل الاوكراني. بص بيروح ازاي، وبيروح واتلعبت له ومتغطي في ساد صح، وعلى طول هدف كده هوت على طول. فيكا اهو، فيكا يحط هدف التقدم. فيكا هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول. يتقدم بايرن ميونخ بهجمة جميلة جدا، وتصبح نتيجة 1 بايرن ميونخ لا شيء الآن. هجمة والكرة السريعة وترد على طول، والبنيه من ابو تريكة. الله وهدف. مش بقول لكم لما ينزل ابو تريكة على طول التوأم بتاعه بركات. ادي الكرة اهي، وهدف التعادل جميل في الدقيقة الرابعة من تمريرة لأزباقي ابو تريكة. تمريرة حلوة من ابو تريكة تروح بركات عشان يتعادل النادي الاهلي في الدقيقه الرابعه. عند اهو قال لهم وسع يا جماعه، ده اللي فاهمني، محدش فاهمنا الا ده، هو ده اللي شهرني وانا شهرته. ابو تريكة في اول تمريره على طول لبركات يحط هدف جميل بعد 4 دقائق من الشوط. يا سلام، المباراه هتحلو. بصوا يا سلام، بيفتكروا الايام الخوالي، الديني في العتاقي والخبره وكل حاجه. بركات وابو تريكة او ابو تمرينه حلوه قوي للنادي الاهلي. وادي الهدف الجميل قوي من تمريره من ابو تريكة يلعبها على طول بركات في المرمى زي ما عارف شايفين كده، وسامهم كلهم وابتسامه حلوه قوي من مستر جوزيه، زي ما يكون بيقول لهم طب مدوخني ليه في الدوري العام، عاوز من ده كتير يعني. وضربه حره مباشره، انذار على دييجو كونتيننتو اهو اللي واقع على الارض اهو. الماني، وضربه حره مباشره لنادي بايرن ميونخ، وبتلعب فينك يا اكرامي، ضرب غطس. يحط اخيرا الكوره. ده مين برضه؟ فيكا المؤذي. لازم اجيب الكرة من فوق، ما اضربهاش وهي تحت. هنشوفها مرة تانية. فيكا يحط الهدف الثاني بغرابة شديدة جدا. فيكا يحط الهدف في الدقيقة الثالثة، وقت ضايع. بصوا تتجاب من فوق مش من تحت، الكرة تتجاب من فوق مش من تحت. هم حاطين حارس المرمى عشان يمسك الكرة من فوق، انما امسكها من تحت تحصل فيها كده. بصوا من تحت خلاص راحت لفيكا المؤذي عشان يتقدم بايرن ميونخ بهدفين. اهو حاسس هو رغم انه عمل ماتش كويس قوي،